عندي 25 عام. كبرت في الأوروب مع عائلتي ومؤخرا تزوجت. يعني كنت كندوي مع واحد في التليفون وتزوجنا. هو ماشي مغربي، هو مسلم ولكن ماشي مغربي. المهم ديجا في الاول بانوا لي شي حوايج اللي كان عليا في الاول نحبس هادشي وما حبستش. يعني الغرض ديالي يعني النهار اللي فاش جاب وحدو، اولا ما جاش مع عائلتو، ما جاب والو. يعني حنا عارفه العائلات المغربيين يعني على الاقل واخا غا شويه الوار ولا شي حاجه فهمتي غاديين انك فهمتي بلا والو. ما عليا ما قلت والو. جابوا مع عائلتي كلشي مزيان. جا المره الثانيه زعما باش نتزوجوا وقادين الوراق وكلشي. انا ماما قالت لي لا على الاقل نجيب غير خويا ولا مو ولا شي واحد قال لي انا ام عيانه 4 ايام. فين تزوجتوا انوها؟ في المغرب؟ لا تزوجنا في طاليان. تا هو كان في طاليان؟ لا هو في الانجليز. يعني بحال انت غتمشي عندو الانجليز؟ ما جاب لا والديه لا والو، جاب بوحدو. ما جا حتى شي واحد في عائلتي. لا خدات كان كبير منك فايت مزوج ومطلق؟ هو فايت مزوج ومطلق ولكن ما كبرش مني بزاف، يعني بيناتنا غير شي 4 سنين 5 سنين. مشيتي عنده تزوجتو مشيتي عنده. المهم تزوجت واخا عائلتي الصراحه ما كانوش راضيين فيا. قالوا لي لا المهم ما عجبهمش الحال، ولكن في الاخر قال لي انت الا كنتي فرحانه يعني الا كنتي فرحانه الله يسهل عليك. المهم ملي جيت هنايا لا سيتياسيون ديالو ان خوه مرته ماتت الله يرحمها، ماتت بالكونسير. ولكن عنده 2 بنيتات وعنده مو باه. هذا مو باه ساكنين مع خوه كيعاونوه على قبل البنات، يعني كيديو المدرسه يجيبوهم يطيبوا لهم وداك الشيء. هاد الدار اللي حنا فيها دار والديه، يعني انا غنسكن مع والديه. هادشي هو ديجا قال لي في الاول، قال لي راه تسكني مع والديه. انا صراحه يعني ما كذب عليك على حتى حاجه، قال لك تسكني مع والديه. شوفي هو ما كذب عليا حتى شي حاجه وما كذبش عليا، يعني حاضر غير انا لقيت الصراحه السيد ظريف معقول مزيان يخاف الله وكل شيء. يعني كان قال لي كلشي في الاول، انا اللي اكسبتيت. ودابا المشكل ديالي انا اللي اكسبتيت وما خديتهاش بجديه، يعني المشكل مني ماشي منه. انا كان في الاول نقول لا راه ما غنقدرش. المهم قبل ما نتزوجوا كان وقع واحد النقاش بيني وبينه، اكتشف ولد الناس راه ما غنقدرش نعيش مع عائلتي. انا مولفه يعني حتى في اللي طالي كنت كنخدمها. ملي قالها لك في الاول جاتك عادي، ولكن ملي حاولتي ما قديتيش؟ لا قبل ما نتزوجوا كنا تخاصمنا. قلت لي شوف راه ما غنقدرش نعيش مع عائلتك، انا مولفه الحريه، انا باغي نعيش يعني حياه زوجيه في داري بوحدي واخا يكون ما قفز. شنو قال لك هو ما خفي الحال وقال لي وانت قلتي في الاول وانا بغيتك ونويت معاك الحلال وهذه وان شاء الله. قال لي انا ما بغيتش ناخذ الربا ونجمع الفلوس وناخذ دارنا وهذه. المهم قنعني. انا قلت صافي غنمشي نحاول، يعني غنحاول ما عرفتش شنو غيوقع. هو راه يعني الشو راجل صالح غيكون اب صالح وداك الشيء. المهم ملي جيت هنايا تفاجئت انني ما تاقلمتش. يعني كنت ساكنه مع عائلته، والديه كيديروا لغه اخرى. الدار كيجيو بنات خوه ديما هنايا لحقاش ميته كيبقاو معنا. المهم انا بنات خوه بحال بنيتات، يعني انا كنحاول ما امكن نعاملهم مزيان، ولكن هما شويه داصرين فهمتي. داصرين وتخلط عليا كلشي. كيجي خواتاتي كيجيو كيجلسوا 10 ايام 15 يوم، كيجي كلشي كيجلس عندنا 5 ايام. يعني كنحس ما كاينش واحد الخصوصيه. المهم انا كنمشيو عند اخو، يعني كنمشيو عندنا مره بحال دابا يلاه مشاو غير البارح جلسنا معنا 10 ايام 15 يوم. الصراحه انا ما ولفتش انني نسكن مع الناس، ما قدرتش. انا يلاه تزوجت ماشي بزاف، ما عرفتش كنجبد مع الموضوع. ديجا كنت كنقول عليه وكيبقى فيه الحال كيقول لي غير صبري وهذه، ولكن ما قدرتش، ما عرفتش ندير، واش نطلق واش نصبر عليه. هو الصراحه بلاتي دابا انت تزوجتيو مع مو باه وفي الاول قال لك هاد لي بروبليم اللي عنده. هو راه صارحني. شنو اللي ما قديتيش دابا انت؟ دابا انا نعيش اول حاجه باه شويه كاين الهضره شويه نيجاتيف ياك ديري هذه خرجي الدريات البارك ديري معاهم شي يعني متسلط شويه مغري الله يعمرها دار. انا واحد الانسانه مثلا كنبغي نكون مرتاحه في داري، يعني ما نبغيش غير شرط في داري فهمتي. ما بغيتش يكون داك الاحتكاك الشرط كيتلبس بك الناس، ماشي ضروري غتلبسي تريني به في الصاله. راه في الاول هو قال لك ساكن مع مو باه الشرط، بغيت تلبس الشرط دابا تلبسي الشرط وطلعي له في الراس. لا ماشي علاقه ديال الشرط خالتي، زعما داك في الاول قالها لك انت تخلي فيها. وراه قلت لك المشكله مني انا ماشي منه هو. برافو عليك انوها. راجلك كي داير معاك التعامل ديالو معاك كي داير؟ طيب ما نكذبش عليك الصراحه، راجلي ما بغاش يسكر شي حاجه ضروري. يا اختي انا ما غنسمحش راجل ديالي كيعرف بينه وبين ربي ودرويش ويعمر ليه الدار على حماقات يخدم من غدا يدير الدار ديالو. يعني المشكل ديال الدار غيتحل، راه خصك تصبري. ما نخرج نكري ما والو، ندير نيبالا ياك هو كيتهلا فيا ياك ما ايوا راه كاينه شي عجوزه تكون مغربيه ثاني وتخرجها تخرجك من عين البرا. لا صراحه
يعني ضعيف الصراحه، ما كتحاول الامام كان انني نحاول نعاونها نطيب داك الشيء وما كتبغيش بعد مرات تقول سيري تكمشي، لان الراجل درويش لو كان عي كان شي واحد تقلب عليك وكيعاملك خايب ونرجسي وكيضربك ولا كيصوتك، فهماني انا. ولكن دوزت مع الوالده ديالي قالت لي شوفي، قالت لي ولدي زهرينه راه غندوي معاه، غتجلسي معايا ونشوفي الا ما خداش لك الدار صافي. لا 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 انا قاعد مع راجلي، فين ما كان راجلي نكون معاه، انا جو سوي كونتر هاد القضيه. قالت لي دابا الا ولدتي ولا شي حاجه داك هو المشكل الكبير. علاش مشكل اختي؟ ما حد مو معايا نيتو باه كيربيو ولاد خو والله ما يربيو معايا. نهار نمشي للمحل اللي غنشري ندي معايا الفراخ. لا افراخ راه بالشلحه يا الدراري، راه ماشي الفراخ زعما على ولادك، افراخ هي بالشلحه. هي نصبر عليك، نصبر وصافي. نصبر اختي، الا كان راجلي كيبغيني ودرويش وداخل سوق راسو، اللهم نولد ما حد معايا حبيبتي تربي معايا نصبح الوالده. والله العظيم دياني كيعرف بينه وبين ربي ما فيه باليا ما كيجيب. لا 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 هو سيري تكمشي اختي، والله الا مشيتي خديتي شي واحد يبدا يضغجك مع الحيط. بعد مرات دابا بعد مرات خالتي سمحي لي، بعد مرات كيجيني الشيطان كنبقى نقول يا وانا تزوج مغربي، كيبقى يجيني هاد الافكار ما عرفتش بوحدي ولا كانت الشهوه ديالك المغربيه هذه اوتر شوز. ماشي الشهوه زعما ما تظلميش ولاد الناس. لا 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 ما ظالمه ما والو، غير كنقول زعما كتروحوا عند البراني وكيبقى قلبكم مع المغاربه، تبقى لك الشمتر المغربي هنا. صح تقول على الاولاد ملي كبروا يعني بقاو يمشيو المغرب بزاف يتعلموا الدارجه. لا المغرب راه الا كنتي عندك شخصيه راه غيمشيو. دابا انت واخده اجنبي ولكن الشمته ديال المغربي بقات فيك هنا، الشمته المغربي صعيبه. ونكذب عليك الصراحه واختي شوفي ما تظلميش الراجل، سيري خدي ولد بلادك اختي، صنطينتي ويا الستات والعباوي. واش بعد مرات خالتي كيبغي نضرب ملي يمشي المغربي شتي المغربي يشرب الشراب كيقول بسم الله. وي وكنبغي نضرب ملي مثلا شي هضره ديالنا ولا شي حاجه اللي انا كتضحكني ما كتجي هو والو. دريات معايا شتي المغربي واخا يكون بلي كيشرب الشراب كيقول بسم الله عاد كيشرب. كيحلل كلشي صراحه والله. انت ديال المغربي رجعي لداركم بلا ما تقرقري تما تقرقرين ولادو. شنو ندير دابا؟ وشوفي انت قلبك اش باغي مغربي اختي سيري خدي مغربي. اصلا لو كنت مقتنعه براجلك وفرحانه بيه وعجبك الحال كاع ما تذكري المغربي. الحرقه المغربي بقات لك، انا سيري الحبيبه خدي ولد بلادك. ودابا كي غندير دابا باش نطلق؟ دابا انت باغا تدفقي ولا ندفقوا معاك انا طاليان. خاطر كيدير دفقيه وحال دابا هو راه ظريف. مسكين ظريف ماشي سيفيزون باش نتزوجوا بحال ظريف. والله بصح انت كنت عارفني مع ابو هشيمه اش كيعجبك فيه كيضحكني، ما كايناش كيضحكني ولا ظريف. الا كنت ما مقتنعاش باجنبي والله ما نطلق دابا ما كاينينش الولاد ونمشي ناخذ ولد بلادي. دابا خاص غير يخرج فيا راك عارف الكارما. لا بالعكس ما كايناش الكارما، حنايا مسلمين ما عندنا لا كارما لا كان الكرم، حنايا مسلمين. شوفي اللهم نطلق من هذاك الاجنبي ولا نتسمى اولا بوشانطه بلا ما نقولها هي موشانطه راك تقول الكبيره موشانطه. لا 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 ماشي قهويه موشانطه قهويه. اسمعي والله يعني من الاوروب يعني نوها اللهم نطلق ولا نظلمو. الظلم هو تبقاي معاه، اكبر ظلم هي تبقاي مع واحد الانسان ما مقتنعاش فيه. صح برافو عليك بنتي. اكبر ظلم هو تبقاي مع واحد الانسان وانت ما حاملاش. انا هذا هو اكبر ظلم. نفضل الطلاق على نبقى مع واحد الانسان وانا ما مقتنعاش به، حيت كتظلمي نفسك وكتظلميه هو. صح الله. فهمتوني الدريات اش قصت؟ انا جو بريفير نطلق ونمشي لدارنا وما باغاش داك الشخص على نبقى معاه ونظلم نفسي. صح. الا ظلمتي نفسك وظلمتي داك الانسان انت باقا معاه بدون اقتناع وما حاملاش راسك وما عاجبكش الحال، ها هي قالت فمها قالت بقى فيا الحال ما خديتش ولد بلادي. برافو عليك انوها جيتي من الاخر. صراحه احسن حاجه ولد بلادك، نفس اللغه نفس الهضره نفس الماكله نفس الاعياد اللي وقع. المهم كتحنوا في بعضياتكم فهمتي نفس التقاليد نفس كل شيء. برافو عليك بنتي جيتي من الاخر. بغات ولد بلادها من حقك، هذا ما سميتوش اللهم نطلق وما نظلمش ولد الناس ولا نبقى معاه وانا بالي مع المغاربه. لا حبيبه ديالي مو خذي قرار في حياتك بنتي. وانا خديت القرار كي غنبدا هذا الشيء كي غندير. ما كايناش نبدا غنمشي اول حاجه لدارنا لان باينه فيك انت ما كتقدريش تواجهي وتشوفي. ما كنقدرش انا ما نقدرش. ملي غنمشي لدارنا بحال ضيفه نقول هذا الشيء ما قدرتش عليه سمح لي. هو دابا غيبقى فيا ما عرفتش والله. ما كناخذوش واحد الانسان حيت يبقى فينا. فهماني نوها؟ انا كنشتك غير 1% مقتنعه به نقول لك لا الا ما عنديش ما نقدرش نقنعك. انا بنتي تقول لي
الحقيقه كنت ناخذ مغربيه ما ندك نقول لها شوفي ما تظلميش مع كل الناس، ما تظلميش مع كل الناس، اكثر حاجه تعيشي مع شي واحد وانت ما مقتنعش. يلا شكرا جزيلا نهى، شكرا بزاف لاله خطيك، سلامه. ما نشوف شي واحد بحال الدريه.